تأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم 2026 والانتصار في الزوز لقاءات الأخيرة في التصفيات خلاه يصعد إلى المرتبة 46 في تصنيف الفيفا الصادر مؤخرا للمنتخبات الدولية. قبل ما نحكيو على التصنيف الجديد الصادر عن الفيفا للمنتخبات الدولية، إذا مش عامل متابعة للصفحة متاعي أمير ليجوند عامل متابعة، حط لنا لايك، حط لنا كومنتير باش يوصلك الجديد على أخبار الكرة والرياضة بصفة عامة. منتخبنا الوطني التونسي بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 صعد إلى المرتبة 46 عالميا في تصنيف الفيفا، والسابع إفريقيا والرابع عربيا. صحيح صعدنا في التصنيف، لكن الهدف متاع المنتخب التونسي هو التواجد ضمن الخمسة الأوائل في تصنيف الفيفا، خاصة في القارة الإفريقية. أحسن ترتيب لتصنيف الفيفا للمنتخب التونسي كان سنة 2018 بعد التأهل إلى مونديال روسيا، وين احتلينا أحسن مرتبة وأحسن تصنيف على مر التاريخ للمنتخب الوطني التونسي، هي المرتبة 14 عالميا والأولى إفريقيا.